هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومستمعات إذاعة المنتدى. أرحب بكم، أنا صلاح محمد زين في ساعة يوم السبت 14 من نوفمبر، وأقدم إليكم في مستهلها نشرة الأخبار، ثم تعليقا تحت عنوان تداعيات قرارات وشروط طرح طبعة جديدة للعملة الإريترية في الأسبوع الأول منذ إعلانه. يليه محطات مع القيسي عن إشكالية الوعي بين الواقع والمصطنع، فكونوا معنا. صوت المنتدى. في هذه النشرة صدور ملحق إضافي لإعلان تبديل عملة النقفة. الرئيس الفرنسي يصف إريتريا بأنها دولة بلا مواطنين. البرلمان البريطاني يناقش قضية حقوق الإنسان في إريتريا.
إلى التفاصيل. أصدر بنك إريتريا المركزي يوم أمس الجمعة ملحقا إضافيا للإعلان رقم 124 للعام 2015 الخاص باستبدال العملة الإريترية، اشتمل على 3 نقاط، حيث نوه في النقطة الأولى إلى أن الطبعتين القديمة والجديدة سيكونان قيد التداول حتى 26 من ديسمبر المقبل. وبين الملحق أن أي شخص يرفض التعامل بالعملة القديمة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. أما في النقطة الثانية فقد أشار الإعلان إلى وجود استمارات استبيان في كل البنوك، وشدد على كل من أراد استبدال العملة أو فتح حساب أو إدخال إيداعات في المصارف أن يكتب البيانات الإجبارية المطلوبة. وجاءت النقطة الثالثة مخصصة للمؤسسات غير الحكومية، والتي حددت لها فترتين لإدخال أموالها للبنوك في حساب واحد لأي مؤسسة أو شركة بعد تعبئة الاستمارة الإلزامية، حيث تبدأ الفترة الأولى من 18 من شهر نوفمبر الجاري حتى 1 من ديسمبر المقبل، والفترة الثانية من 28 حتى 30 من ديسمبر المقبل. وبناء على هذا الملحق تكون سلطات البنك المركزي الإريتري قد كشفت عن بدء المساءلة حول مصدر الأموال المملوكة للمواطنين عبر الاستمارة الإلزامية التي سميت باستبيان، كما أصبح واضحا أن رفض المواطنين لتداول النقفة بالطبعة القديمة تطلب إعلان وتحذير وتهديد بالمقاضاة. وعلى الصعيد ذاته، وفي إطار تداعيات قرار تغيير طبعة العملة الإريترية نقفة، توقف بعض أصحاب الورش والمحلات التجارية والمخازن عن مزاولة أعمالهم اليومية، مما حدا بالسلطات إلى القيام بتهديدهم بسحب التراخيص الخاصة بتلك المحلات وتقديم أصحابها للمحاكم الخاصة. هذا وقد أغلق معظم أصحاب المحلات التجارية في مدن بارنتو وتسني وعد قيح ودق محري وكرن وأفعبت ومندفرة وعد خالة ومناطق أخرى أبواب محلاتهم التجارية بغرض تحاشي استلام مبالغ بالنقفة القديمة، بينما فسرت السلطات ذلك الإجراء على أنه دعوة لوقف الحركة التجارية ومحرض على الاحتجاج وخلق للأزمات، مما اضطر التجار إلى إعادة فتح محلاتهم تجنبا لتلك التهم الكبيرة والتي قد تترتب عليها عقوبات قاسية. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن معظم المهاجرين يأتون من كل من إريتريا والسودان، وقال إنه في حالة إريتريا مطلوب ممارسة مزيد من الضغط على قيادتها لإصلاح الوضع الخطير التي تشهده إريتريا. وأضاف أولاند إن إريتريا بلد يكاد يكون فارغا من مواطنيه، وقيادة بلا ضمير تدفع مواطنيها للهرب إلى خارج البلاد. وكان أولاند يتحدث أمام 60 من قيادات الاتحاد الأوروبي والأفريقي في القمة الأوروبية الإفريقية التي عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مدينة فاليتا بمالطا، والتي ركزت على قضايا الهجرة إلى أوروبا ومعالجة الأسباب التي تدفع بالكثيرين من إفريقيا والشرق الأوسط بترك أوطانهم، ومحاولة تنظيم قنوات قانونية للهجرة ومحاربة التهريب وحماية المهاجرين والتعاون مع الدول الإفريقية والعمل معها لإعادة الأفراد الذين فشلوا في الحصول على اللجوء والحماية السياسية. وعلى الرغم من توجيه الجهة المنظمة للقمة دعوة رسمية لرئيس العصبة إسياس أفورقي لحضور القمة، إلا أنه اكتفى بإرسال وزير خارجيته الذي شوهد يجلس وحيدا في المكان المخصص للوفد الإريتري دون رفيق، كما غادرها أيضا مبكرا ووحيدا. وفي الخبر الأخير، ناقش أعضاء البرلمان البريطاني ليلة الثلاثاء الماضي أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا في جلسة خاصة تبنى مسألة طرحها النائب ماثيو بنيكوك، الذي أوجز الحقيقة المحزنة لتلك الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الإريتري تحت حكم العصبة الاستبدادية، حيث وصف القمع الذي يعاني منه الشعب الإريتري في ظل هذا النظام المعزول بأنه قمع لا يرحم ومحكم وسلطوي، وقال هو بعيد كل البعد عما خاضه الإريتريون من بطولات على مدى عقود من النضال التحرري، وبعيدا عن آمال أولئك الذين دعموا نضالهم المشروع، حيث أصبحت ثقافة الخوف والطاعة المطلقة هي التي تتحكم في مصير البلاد بأسره بدلا من الديمقراطية وسيادة القانون. وسادت في الإريتريين على حد قوله ثقافة الخوف والطاعة المطلقة لزمرة قليلة العدد استولت على كل مقدرات البلد.
وقد حدد النائب ماثيو 3 قضايا في الجلسة التي حضرها ممثل الحكومة البريطانية الوزير المفوض في البرلمان الأوروبي ديفيد يدينغتون، والتي كانت بمثابة استجواب حول تعامل الحكومة البريطانية مع قضايا حقوق الإنسان في إريتريا، حيث قال النائب ماثيو أن النزاع بين إريتريا وإثيوبيا حول المسألة الحدودية لا يزال مصدرا للتوتر وعدم الاستقرار الإقليمي. كما أسهب النائب في أسباب العقوبات الاقتصادية والحظر المفروض على حكومة العصبة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تحدثه حول حظر السفر وتجميد الأصول المالية المفروضة على بعض الأفراد، وذكر أن الأمم المتحدة قامت بتشديد العقوبات على النظام من خلال إلزام الشركات الأجنبية التي تعمل في مجالات التعدين للتأكد من أن لا تستخدم أموال هذا القطاع في زعزعة استقرار المنطقة. في حديثه حول فرار أعداد كبيرة من الإريتريين من بلادهم، قال النائب أن الاتحاد الأوروبي كافأ العصبة على ممارساتها القمعية بتقديمه دعما سخيا بلغ مئات الملايين من اليورو، وكأن قريحة الاتحاد قد توصلت بأن العامل الاقتصادي هو سبب هروب مئات الآلاف من الإريتريين من بلادهم، بدلا من البحث عن المسبب الرئيس وهو القمع والبطش والاعتقال والإقصاء والتسلط. وفي معرض رده حول القضايا التي طرحت، أمن ممثل الحكومة البريطانية ديفيد يدينغتون على هواجس النائب، وإن حاول التشكيك فيما أسماه مخاوف حكومته حول مزاعم الاعتقال التعسفي التي صارت سرا لا يخفى على أحد، وذلك في إطار سعيه للتملص من التزامات حكومته تجاه مبادئ حقوق الإنسان وتقيدها بالمواثيق الدولية التي أرساها المجتمع الدولي. وقال: نحن قلقون أيضا من نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي خلصت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ارتكبت في إريتريا. وأبدى أسفه لعدم تمكن اللجنة حتى الآن من زيارة إريتريا للوقوف على الوضع مباشرة، موضحا تأييد المملكة المتحدة لتمديد ولاية اللجنة حتى تتمكن من مواصلة التحقيق في هذه المزاعم، حيث صرح قائلا: أعلنت بوضوح لحكومة إريتريا أنه يجب عليها أن تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، بما في ذلك السماح لأعضائها بزيارة إريتريا لرؤية الأمور بنفسها، وأنه يجب عليها أن تتعامل أيضا مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى للأمم المتحدة، سواء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو في المناقشات الثنائية. وأوضحت وجهة نظر الحكومة البريطانية بشكل لا لبس فيه حول الخطوات الأخرى التي ينبغي أن تقوم بها السلطات الإريترية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتشمل التزام حكومة إريتريا بمسألة تفعيل الدستور والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا بصورة تعسفية. كما وعد بمواصلة الضغط على السلطات الإريترية على المستوى الثنائي أو من خلال عمل مشترك مع الأوروبيين وآخرين لبلوغ تلك المسائل. وطالب الوزير البريطاني نظام أسمر بإجراء تعديلات جوهرية حول برنامج الخدمة الوطنية مفتوح الأجل الذي يدفع بالشباب إلى مغادرة البلاد بأعداد كبيرة، وهو نفس البرنامج الذي أطلقت عليه منظمات حقوقية ومدنية عديدة من ضمنها Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية اسم برنامج السخرة. وتأتي مناقشة البرلمان البريطاني لمسألة حقوق الإنسان متزامنة مع دعوات رفعتها العديد من المنظمات الإنسانية لمعاقبة العصبة الحاكمة في إريتريا على الانتهاكات الواسعة التي تصل إلى جرائم حرب، حسب آخر تقرير تقدمت به لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نهاية أكتوبر الماضي. نهاية النشر. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب.
عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا ليل يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. لا 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 لا. صوت المنتدى. تداعيات قرارات وشروط طرح طبعة جديدة للعملة الإريترية في الأسبوع الأول منذ إعلانه. وسط حالة من الخوف والقلق، أمضى الشعب الإريتري أسبوعه المنصرم منذ ذلك الأربعاء 4 نوفمبر الجاري، حين أعلن البنك الإريتري المركزي عن برنامج تغيير طبعة النقف المتداولة حاليا. منذ ذلك الإعلان الفاجع وحتى هذا اليوم مر أسبوع تهاوت فيه ليست فقط الأحلام في حياة كريمة لم تسهم الحكومة في توفير متطلباتها، بل سقطت فيه توقعات الحلول السلمية مع هذه الطغمة المجرمة، وأصبح شبح المواجهات العنيفة من السيناريوهات الوشيكة الحدوث. الأثر المباشر لهذا القرار العصي عن الوصف تمثل في حزمة إجراءات وخطوات متباينة بل ومتعارضة سيتم استعراضها في هذه المساحة، لكن وباختصار شديد يمكن القول أن حرب المصالح قد بدت مستعرة جدا بين الشعب الإريتري المغلوب على أمره وعصابة الهجدف القابعة على صدر الوطن، لأنه لم يسلم من لدغة هذا القرار المودعين في بنوك النظام أو أولئك الذين قاطعوا تلك البنوك. فالعصبة وضعت يدها على كل فلس في إريتريا، وليس أمام الشعب إلا خيارين: إما الإذعان أو الانتفاض والدخول في عصيان مدني وإضرابات مفتوحة. هذا في الداخل، بينما انشغل الناس في الخارج بالسعي وراء فقاعات وهمية وحوارات حول اختفاء الدكتاتور، ظهوره، مرضه وعافيته، موته وحياته. وتناسى الجميع أن مثل هكذا قرارات إجرامية لا يمكن أن تكون إلا من إبداعات أفكاره المريضة، وأن الدكتاتور لن يغيب عن المشاركة في أي فعل إجرامي طالما أنه لم يزل ممسك بموقع صنع القرار. خلال هذا الأسبوع الثقيل وصلت معدلات سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي إلى ارتفاع لم تصله خلال ربع القرن الماضي، وكانت الحكومة قد أشاعت في وقت سابق أن أسعار العملات الحرة في تناقص، وعليه سارع الجميع بالتخلص من مدخراتهم من تلك العملات وباعوها لممثلي الحكومة بالخسارة. ثم جاء القرار ومرة أخرى سارع البعض لشراء العملات الأجنبية من نفس وكلاء الحكومة أيضا بالخسارة. عليه أصبحت حكومة المنشار قد أخذت ما ليس لها هبوطا وصعودا، والنتيجة أن كل مواطن باع ثم اشترى من العملات الحرة قد خسر ثلثي القيمة المستحقة فعلا. الأثر الأكبر خلال هذا الأسبوع كان في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية واختفاء بعضها من الأسواق بشكل مباشر،
فور إعلان قرار تغيير العملة وفق الشروط القاسية التي لا تفسير لها غير أن الحكومة قررت أن تضع يدها على الممتلكات الخاصة بالشعب بعد أن عزف الشعب عن وضع ودائعه الادخارية والاستثمارية في بنوك النظام. ولأن الودائع هي العنصر النقدي الأكثر سيطرة على الاقتصاد، جاء القرار كمعالجة قسرية ليست اقتصادية ولا علمية ولا داعي لها أبدا، إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تؤجج المواجهة بينها وبين الجماهير وتعجل بتلك المواجهة التي أصبحت محتملة الحدوث، بالرغم من أن الأجهزة الأمنية والعسكرية موضوعة في حالة التأهب القصوى منذ بداية الأسبوع الأكثر صعوبة. في بحر الأسبوع المنصرم أيضا ودون مقدمات ارتفع سعر رغيف الخبز بنسبة 100%، واختفت معه سلعة الطحين من كل الأسواق، وبدأت السلطات في مداهمة المخازن الخاصة المملوكة للأفراد بغرض مصادرة محتوياتها من دقيق وزيوت طعام وحبوب غذائية وبقوليات ومنظفات وغيرها. كل ذلك جاء نتيجة لحمى الشراء التي أصابت الجميع تقريبا. فبعد السقف المالي المحدد في إعلان البنك المركزي، انتاب أصحاب الأموال المحفوظة خارج النظام المصرفي حالة من الهلع أو مخاوف من السؤال القادم بلا شك: من أين لك هذا؟ لذا أصبح كل شخص يشتري أي شيء يعتقد أنه سيحفظ له أمواله. البعض اشترى ممتلكات وأمتعة هو ليس في حوجة إليها أصلا وبأسعار باهظة جدا، والبعض الآخر احتكر سلعا بعينها واشترى كل المطروح في السوق. ارتفعت أسعار التبقي والملابس والمصنوعات البلاستيكية والمشغولات الجلدية وأي سلعة يمكن أن تباع لاحقا، وظهرت فئة طفيلية تدعي أنها قادرة على تبرير امتلاكها للملايين من النقفات مقابل نسبة يدفعها الملاك الأصليين حفاظا على أموالهم أو ما يمكن أن يتبقى منها. والبعض الأكثر تعاسة اشترى أشياء تسيطر عليها الحكومة وأصبح تحت مدى قسوتها، إذ لا مجال للحديث عن الرحمة عند ذكر هذا النظام المجرم. فعلى سبيل المثال للحصر، اشترى بعض التجار كل كروت الشحن الخاصة بشركة الاتصالات الإريترية الوحيدة والمعروفة باسم الريتيل، واختفت كروت الشحن المسبق لأجهزة الهواتف الجوالة، وأحدث ذلك فجوة مريعة في خدمة الاتصالات الهاتفية، وتنامت الطوابير أمام مراكز بيع كروت الشحن وفروع الريتيل. هذا هو المنظور. أما الجزء المخفي من المشهد فهو أن إدارة شركة الريتيل قررت إلغاء برمجة الكروت المباعة بالجملة، بحيث لن يستطيع أي مستخدم لها الاستفادة من خدمات الاتصال، أي أن كروت الشحن مدفوعة القيمة سلفا أصبحت خارج الخدمة، ونسأل الله أن يعوض من يشتريها من المستهلكين. هذه أيضا تعد من الجرائم الفادحة والفاضحة للعقلية الإجرامية التي تدير حرب المصالح التي شنتها السلطات الإريترية على شعبها. إذا كان هذا هو حال السوق الإريترية، فأحوال الأسواق المجاورة ليست بأفضل حال بفعل هذا القرار العجيب. ففي ولاية كسل السودانية انخفض سعر النقفة بمعدل 75، وماتت مبالغ تصل إلى نصف مليار نقفة في أيدي تجار سودانيين أو إريتريين مقيمين في السودان، بعد أن أغلقت الحدود واتبعت إجراءات تفتيش دقيقة لكل قادم من السودان وعدم السماح بدخول النقفة إلى بلدها الأصل. هكذا رد نظام أسمر التحية بأسوأ منها لحلفائه من فئة طفيلي تجار الحدود وشركائه من مجرمي الإتجار بالبشر وأتباعه من أثرياء الصدفة والغفلة. كل هذا تم خلال هذا الأسبوع الأكثر جنونا. مضى الأسبوع بتثاقل، بينما والي ولاية كسل آدم جماع آدم ومدير جهاز الأمن والمخابرات وكبار المسؤولين العسكريين في ولاية كسل يقومون في هذه الأيام بزيارة لإريتريا حملت الكثير من التوسلات والطلبات الخاصة بضرورة معالجة موضوع الأموال المحتجزة في كسل وتسوية أوضاع التجار المتضررين ولو بنصف القيمة الحقيقية للنقفة مقابل الجنيه السوداني. فجاء الرد الإريتري الرسمي بالقول إنهم قرروا أن لا يسمح بدخول أي مبلغ كان في الخارج لحظة صدور القرار. هنالك أيضا جهود خاصة تمثلت في طلب خاص تقدم به الوزير السوداني مبروك مبارك سليم رئيس ما يعرف بتنظيم الأسود الحرة، يطالب فيه الرئيس السياسي باستثناء أبناء الرشايدة من الشروط الواردة في إعلان تغيير العملة. ولم يحصل الوزير السوداني الذي يعتبره الكثير من الإريتريين شريكا في معظم الجرائم الخاصة بتهريب البشر والإتجار بهم
وتجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية، لم يحصل بعد على أي رد على مناشداته التي خص بها الرشايدة دون بقية خلق الله. لكن إن استجاب النظام لهذه المناشدة وتم استثناء الرشايدة من تلك الشروط، فسيكون الأمر أكثر وضوحا، وستزال ستارة أخرى من حجب السرية التي تحيط بعلاقة الرشايدة مع الرئيس المخبول. وبالطبع موضوع تغيير العملة يذكر الجميع بالدور الذي لعبه الوزير مبروك مبارك سليم عندما شارك في عمليات نقل الأموال المنتهية الصلاحية من جنوب السودان عبر جسر جوي بين جوبا وساوا، حيث أدخلت تلك الأموال إلى السودان ليعاد تغييرها في شماله، وكانت خصما كبيرا على الاقتصاد السوداني. إنه تحالف إجرامي يمكن أن يجدد في أي لحظة وفق المصالح، إذ لا يستبعد أن يشير الرئيس السياسي للوزير السوداني بجمع الأموال الإريترية الطائلة بربع القيمة أو أقل ويعيدها بعد أن تحسب له العمولة المجزية. عليه فإن هذه الجهود السودانية الرسمية المتأخرة تجد منا كل استهجان، ذلك لأن الطبعة الجديدة من النقفة تم صكها في مطابع شركة مطابع السودان للعملة بالخرطوم جنوب، وفق اتفاق أبرم في 8 مايو من العام الماضي 2014 بين الجانب الإريتري الذي قاده رأس النظام شخصيا، والجانب السوداني الذي حشد رجالات القطاع المالي، وزير المالية ومحافظ بنك السودان ورئيس مجلس الإدارة ومدير ونائب مدير شركة مطابع العملة السودانية، بحضور وزراء آخرين في ذلك الوقت. ثم وصلت الأوراق المالية الجديدة إلى أسمر برا وعبر ولاية كسلة وبتأمين من سلطاتها الأمنية في منتصف سبتمبر الماضي. إذن ما الجديد على الجانب السوداني حتى يأتي والي كسلة الآن إلى أسمرة ليرفع أكف الضراعة بين يدي الطاقية في لقائه الأخير به؟ ولما لم توضع مصالح التجار السودانيين ضمن شروط إتمام الصفقة؟ أم أنها عملية مدبرة ومركبة ومتداخلة المنافع تتيح للأطراف الحاكمة في إريتريا والسودان بتحكيم قبضتها على حركة المال لأسباب ليست على صلة بالشأن الاقتصادي؟ وهذا ما يؤكده نوع الوفد القادم من ولاية كسلة. إذن الأمر لا يعدو كونه لعبة أمنية متفق عليها. عموما كل ما تم يقود إلى سؤال أكثر أهمية، وهو إن كان إعلان تغيير العملة قد حدد أن كل نقفة جديدة تساوي نقفة قديمة، عليه أين ستذهب هذه الأموال التي أصبحت خارج دائرة الصرف؟ أين القيمة غير المدفوعة ولمصلحة من ستعود؟ مع التذكير بأنه لو كان حق التملك يعني الاعتراف بحق الملكية الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة التصرف بالشيء والاستفادة منه واستغلاله، عليه تصبح عصبة الهجدف قد أسقطت هذا الحق عن مواطنيها عمدا، ليضاف ذلك إلى سلسلة انتهاكاتها للحقوق. وللرد على بعض الأصوات التي حاولت التبرير والترويج لهذا القرار المجحف وتوصيفه بأنه مخرج من الأزمة الاقتصادية الناشئة كنتيجة لحالة اللا حرب واللا سلم، نقول إذا كان على سلطات الهجدف الغاشمة أن تسعى للإصلاح الاقتصادي، هذا إن تركنا الإصلاح السياسي المباشر واللازم، فالأمر كان يقتضي التصدي القائم على تمكين الحقوق وإيجاد منتهى للأزمة الاقتصادية عبر جملة أمور، من بينها الإصلاح التنظيمي وتحسين سياسات التدريب على الوظائف وإنشاء الوظائف والضمان الاجتماعي والتعليم وتوفير الصحة للجميع. وهذا النهج المشتق من حقوق الإنسان لجميع الأشخاص غير القابلة للتصرف موجه قانونيا وسليم اقتصاديا ومدعم على نطاق واسع، ولكن وكما جرت العادة اختارت تلك الطغمة الطريق المعاكس. أخيرا وليس آخرا، وحتى العودة لمتابعة التداعيات، نود الإشارة إلى أن مجالس أسمرة تتندر بما قاله مدير البنك المركزي كبرآب ولدماريام، حيث ذكر في سياق تبريره لهذا القرار الجنوني على فضائية النظام أن الهدف منه التهيئة لخدمات مصرفية متطورة وإدخال المظاهر الحضرية في الأداء المصرفي. لكن بدلا عن ذلك أسهم القرار في أن تمتد طوابير انتظار الحصول على المواد الاستهلاكية والضرورات اليومية، ويبدو أن ظاهرة الطوابير تحسب أيضا من المظاهر الحضرية عند كبرآب وعصبة الهجدف، لذا عليهم بإدخالها في سوق الخدمات حتى ولو بفرض الندرة والفقر. ونواصل. إريتريا
محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. إشكاليات الوعي بين المصطنع والواقعي. لعل المأساة الإريترية برمتها هي صناعة طرفين لا ثالث لهما: النظام بوحشيته وعجزه في الخروج من شرنقة الممارسات القمعية والاستبدادية كوسيلة لإدارة الحكم والهيمنة على السلطة، وتتفرع منها ممارسات خطيرة تمس جوهر الوحدة الوطنية وتهدد الكيان برمته. والمعارضة في بؤس أدائها السياسي وعجزها في الرقي بالعمل السياسي المعارض إلى مستوى التحدي المطلوب المنوط بها تاريخيا. وبين مطرقة النظام وسندان المعارضة هناك جماهير تسحق وكيان تظهر بوادر انحلاله جلية لكل متابع صاحب رؤية ثاقبة. وإلا كيف يمكن لقوى سياسية معارضة لإثيوبيا ومحسوبة على النظام وعرفت بأنها إحدى أعمدته أن تصبح بين ليلة وضحاها قوة مندسة وصنيعة استخباراتية للحكومة الإثيوبية، وتبدأ رحلة العودة هكذا وببساطة؟ إن ما حدث يوضح لنا بجلاء حجم الاختراق الحاصل في جسد النظام، والمدى الذي بلغه النظام من اهتراء في جسد الدولة وأجهزتها، والتوقل الذي بلغه النظام الإثيوبي في السيطرة والتحكم في الأحداث الحالية والمقبلة من مصير هذا الكيان. إنها نظرة سوداوية للصورة القادمة لما ينتظر هذا الكيان وهذا الشعب. ربما البعض منا لا يطيق هذه الاستنتاجات، آملا من الله عز وجل أن يكون العكس صحيحا. ولكن ما العمل أمام سيل الأحداث السياسية التي نراها أمامنا، والوقائع تلو الوقائع، والتي متى ما أحسننا قراءتها سنصل حتما إلى النتيجة الفاجعة: ضياع وطن وضياع عقود من النضال، وقوافل لا تعد ولا تحصى من الشهداء، ومنازل تزينها الأرامل والثكالى والأيتام. فالنظام ومهما قيل عنه ليس هناك من ذرة إضافة يمكن أن تضاف سوى حول طبيعته ونوعية الأساليب السياسية التي يعتمدها أو المحاولات البائسة لإعادة إنتاج نفسه. إن المستوى الذي بلغه لم يعد يسمح له بالمناورة، أبعد من المراهنة على الزمن أن يأتيه بجديد كطوق نجاة، على شاكلة المعونة الأوروبية المرتقبة كمدخلا لتلميع النظام أو استغلال الحالة الهائجة في الأقليم من خلال دور يمكن أن يناط له ذات نفع ما للحالة البائسة التي يعيشها. ولكن جوهرة الرهان بيد النظام هو الوضع العام للقوى المعارضة. تشتتها وبؤسها هي الورقة الرابحة التي تزيد النظام رونقة وبهاء، وحالة من التفرد في فرض الاستقرار في منطقة بلغ فيها الصراع، حالة من القليان والانفجار، والجنون في الصراعات العرقية والدينية والمذهبية، وحالة من الإرهاب، تهدد التعايش الاجتماعي داخل كل مجتمع وفي الأقليم عامة. وليس من الصعوبة بمكان أن يعمد النظام في سياق حملاته ضد المعارضة الإريترية مستفيدا من أخطاء البعض ومستقلا لحالة الرهاب سيكولوجيا لدى البعض الآخر، بأن يقرن البعض من تنظيمات هذه المعارضة بما يجري في منطقة الشرق الأوسط، ونحن جزء منه.
إن من أولوية الأمور التي يجب أن تعيها المعارضة الإريترية بوضعها الحالي، رضيت بذلك أم أبت، إنها قد أصبحت الرهان الجوهرة بيد النظام. فالمسألة ليست رغبات وأمنيات نسقطها على أنفسنا وننام قريري العينين كما يقولون، بل هي ممارسات سياسية تضعنا في الخانة التي تقودنا إليها ممارساتنا السياسية ومواقفنا الفكرية والأخلاقية، ولا دخل للنوايا في ذلك أكانت طيبة أم سيئة، فذلك علمها عند الله. أما عند البشر فالتعامل والفعل ورد الفعل يقوم على المحسوس والمباشر. وللأمانة وللتاريخ إنني أجد نفسي في وضع من تأنيب الضمير حينما أتناول موضوع المعارضة الإريترية بكل أطيافها وألوانها، وفي معرض تقييمها سلبا وإيجابا تقودنا النتائج إلى الحجم الهائل من المشكلات الموضوعية التي تجعل من هذه المعارضة على الصورة التي نراها والتشتت التي تعيشه والقصور المريع في الأداء السياسي. إن الأسئلة المنطقية لأي معارض كانت تقوم على الآتي: هل هذه المعارضة بلغت مستوى التحدي في مواجهة النظام الذي تواجهه؟ هل هذه المعارضة تمكنت من وضع استراتيجية واضحة بحيث تضع الأولويات القصوى للمواجهة وخارطة الطريق عبر مراحل لما يجب حله لاحقا؟ هل المعارضة تستند على شرعية التراث النضالي والوطني مستلهمة من الكم الهائل من التجارب أبان الكفاح المسلح وبعد التحرير؟ هل هناك قراءة واقعية لرسم تحالفات تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار؟ إن الأجوبة على هذه التساؤلات هي الإطار العام الذي يجب توافره لأي قوة حتى يمكن القول بأننا على الطريق الصحيح في تحدي النظام والعمل على إسقاطه. ولكن وللأمانة التاريخية إنه من الإجحاف والخطأ الفادح أن نحكم على المعارضة وفق هذا المعيار وبصورة مطلقة دون الأخذ بعين الاعتبار عوامل كثيرة ومؤثرة في التكوين لهذه المعارضات. فمن البديهي أن هذه المعارضات لم تأتي من السماء حاملة معها مشروعا مباركا الغرض منه تخليص الشعب من عذاباته ومعاناته حتى نحملها أي تقصير تجاه هذه المهمة المقدسة، بل هي أي التنظيمات المعارضة وليدة الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي لذلك المجتمع الذي أنتجها، والصورة المطابقة لأحواله، وانعكاسا للوعي السياسي السائد بين قواه الاجتماعية المختلفة. وفي المقابل أيضا فإن هذه الحالة لا تقتصر على المعارضة فحسب، بل تشمل النظام نفسه، فهذا النظام نفسه وليد البيئة نفسها وانعكاسا ثقافيا وسياسيا لها، وليس ديكتاتوريا أتى بها السيد سياسة من منزله، أو إنها حصيلة عائلية لتربية غير سوية طبعت عملية تنشئته وتطوره في هذه الحياة. فالكثير يحملون المعارضة أكثر مما يحتمل، والكثير يوسمون النظام بأبشع نعوت التسلط والديكتاتورية، وقد يكونوا محقين في الكثير من الجوانب، ولكنهم جميعا يتغافلون عن جوهر المشكلة ولب الموضوع، وهو دور المجتمع، وتحديدا دور النخبة لهذا المجتمع. إن أكثر الأمور قتامة في العمل السياسي الإريتري والذي يبعث على الأسى والحزن في النفس أن هناك شعبا ونخبة لم يتعلموا شيئا من تجربة العمل السياسي والنضالي على مدى 40 عاما، والتي لم تكن عادية بأي حال من الأحوال، بل إن المحزن في الموضوع إنها مخضبة بدماء أشرف الناس وأكثرهم نبلا وشجاعة وعطاء. كل ذلك ذهب هدرا أمام ما نشاهده اليوم من عبثية مجتمع ونخبة ومثقفون ليعيدوا عقارب الزمن إلى الوراء متحججين بوقائع التاريخ، بل المؤسف إنها حكايات من واقع مخيلتهم المريضة ليتهموا هذا أو يبرئوا ذاك لنصرة تنظيمهم أو قبيلتهم أو طائفتهم وعلى حساب الوطن. إنما يجري هي إحدى سخريات القدر والأكثر تراجيدية
في التاريخ الإريتري الحالي. ما يحيرني ويحير الكثيرون غيري سؤال بسيط مفاده: ما هو الفرق بين الحياة السياسية في بداية الخمسينات وما يحدث الآن في الحياة السياسية الإريترية كنظام ومعارضة ومجتمع، والسقوط المريع في مربعات التخلف الاجتماعي والتي جربت على مدى 4 عقود وكانت النتيجة 0 على الشمال، وإنهاكا للثورة واستنزافا غير مبرر لإمكانياتها المحدودة. واليوم نعود لنشاهد الحالة نفسها وبوجوه جديدة وخطابات سياسية تساير هذا الزمن، ولكنها تصب في المحصلة في نفس الاتجاه: اللجوء إلى القبيلة والطائفة والمناطق، والتبرير دائما جاهزا هو اللجوء إلى تاريخ الحركة الوطنية أبان الكفاح المسلح والقوى السياسية المعبرة عنها، جبهة التحرير الإريترية وتجربتها، والجبهة الشعبية وتجربتها، والقرف من هذا المعين لتبرير المواقف وكسب الشرعية لوجود هذا التجمع السياسي أو ذاك. وضمن هذه المعمعات ضاعت القضية المركزية: المواجهة مع النظام ووضع حد لهذا العذاب الطويل على مدى 25 عاما بعد التحرير وقبلها. حرب ضروس على مدى 30 عاما لم تبقي شيئا إلا ودمرته، وها هي جحافل التنظيمات وطلائعها دون استثناء وتجمعات للمجتمع المدني تتوالد كالفطر تماشيا مع العذاب المتصاعد، ووعي زائف للنخبة المزيفة ورجالات قذفت بهم المرحلة ليتصدروا المشهد، البعض منهم أصحاب النوايا الطيبة التي تقود إلى جهنم، والبعض كالعادة انتهازيون بالفطرة ومجتمع يعاني من فقدان الرؤية الصحيحة والتمييز كمحصلة للعذاب والمعاناة والوعي المتدني لدى قطاع واسع. كل هذه العوامل أرجعتنا إلى مربع الستينات بامتياز، وما حدث في 30 عاما وقبلها وبعدها لا تخص هذا الشعب، وكأنها تخص شعبا آخر وأحداث حدثت في كوكب آخر. وأمام هذه الصورة القاتمة للمأساة التي نعيشها والأوضاع التي بلغناها، هناك قوى وقطاع واسع وتحديدا من الشباب تتلمس طريقها للخروج من هذه الشرنقة، ولكنها تائهة في ظل غياب مشروع وطني وانقطاع وضبابية وأوهام ملتبسة حول التاريخ والأحداث. البعض سقط كليا نتيجة الشحن المتواصل إلى الحالة من البارانوية وانفصام أساسها الهيمنة الطائفية من قبل المسيحيين، وبالمقابل هناك شحن للطرف الآخر ولكن بصوت منخفض بأن أي تغيير غير محسوب هو البداية لظهور إسلامي داعشي، بينما البعض أصبح رهينة رؤية أحادية حكما على الأوضاع مستندا على قراءة خاطئة لوقائع تاريخية وإسقاطها على أي حدث أو مواقف من قبل بعض الأفراد. وهناك من يمتلكون عقلا راجحا، ولكن وسط هذه الفوضى التي تتسع وتضيق ثم تعاود الاتساع يوما بعد يوم، والمحصلة ضياع قضية ووطن وشعب. ما هو المغزى من ترديد الاسطوانات المشروخة حول أحداث وقعت أبان الستينات والسبعينات والثمانينات وإسقاطها على أحداث حالية ومواقف تجاه أفراد، بينما الصورة الحقيقية للواقع مخالفة تماما لحجج هؤلاء البشر؟ مثال ذلك حين نوصم أو نطلق بصورة عامة إن النظام في أسمرة هو النتاج الطبيعي للجبهة الشعبية في الميدان بكل ثقل تاريخها، بينما الرجال الحقيقيون للجبهة الشعبية الحقيقية في القبور أو السجون أو المنافي. وإن النظام يعتمد بشكل كبير على من قضوا معظم حياتهم كوادرا وأعضاء في جبهة التحرير الإريترية، ولا سيما من الإخوة المسلمون. للتأكد على هذه المفارقة العجيبة يمكن مراجعة توزيع الوظائف في مؤسسات الحكومة الإريترية، ولا سيما السلك الدبلوماسي وغيرها من الوظائف، وهذا ليس عيبا. فهناك ممن حسبوا على هذا التنظيم أو ذاك، ها هم يأسسون تنظيما مشتركا يجمعهم. كل ذلك شيء طبيعي، فهذه سنة الحياة. الشيء الغير طبيعي أن يبقى البعض منا متعلقا بما حدث في الستينات والسبعينات وينطلق منها لإصدار أحكام ويجعل منها ثوابت وشرعية وجود
وسببا لإسقاط النظام. في اعتقادي لا زال الخطاب السياسي الذي حكم المراحل السابقة ما قبل التحرير هو السائد والمهيمن، ولذا لا عجب من هذا التيه الذي تعيشه القوى المعارضة بأنواعها، وحالة من الاستلاب والضياع للوعي وللطاقات ولا سيما الشبابية منها. إنما نفتقر إليه هو النضج في اعتقادي، فلا الزمن الذي نعيش شبيه بذلك الزمن الذي نستشهد بأحداثه، ولا القضايا التي نجعل منها مادة خلافية هي القضايا الأساسية التي يجب الاستماتة من أجلها. إننا أمام واقع جديد بحاجة إلى فهم حقيقي وعميق أمام قوى طائشة وضعت الشعب والوطن في كف عفريت، ووضعتنا أمام تحدي خطير ومصيري. فإن لم نجابه ذلك التحدي بوعي ومسؤولية وقراءة صحيحة للواقع، فعلى كل التاريخ الذي صنعه الأوفياء من أبناء هذا الشعب السلام. وحينها سوف نكتشف إننا نعيش في عالم لا يعير انتباها لهؤلاء الذين فقدوا اتجاه البوصلة، أو الذين شغلوا أنفسهم بالسؤال: هل البيضة سبقت أم الدجاجة في هذا الوجود؟ لكم التحية. ولكن لي كلمة قبل الختام لموضوع طارئ. لم تمر الساعات 24 من لحظة إنهائي لهذه المقالة حتى جاءت الأخبار الأولى للمظاهرة التي نظمت بمدينة نيويورك أمام مقر الأمم المتحدة من قبل المهاجرين الإريتريين الذين أتوا من كل الأصقاع للتعبير عن رفضهم للنظام وتضامنهم مع شعبهم في الداخل. هذه المظاهرة هي تكملة لمظاهرة جنيف، وتعبير رائع عن وحدة الشعب الإريتري ورفضه للاستسلام سواء من جلاديه أو من هشاشة المتحدثين باسمه. وسيبقى الشعب الإريتري أبا للبوصلة الحقيقية وحاميا لها. فليتعلم الجميع من هذا الشعب نظاما ومعارضة. إن الكلمة الأولى والأخيرة هي للشعب الإريتري. فالتحية، كل التحية لهؤلاء الشباب الذين يبدعون يوما بعد يوم من أجل يوم لا بد أن يأتي، يوم أن تشرق شمسنا، شمس الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية. لكم التحية، وإلى حلقة قادمة. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. صوت المنتدى. في هذه النشرة صدور ملحق إضافي لإعلان تبديل عملة النقفة. الرئيس الفرنسي يصف إريتريا بأنها دولة بلا مواطنين. البرلمان البريطاني يناقش قضية حقوق الإنسان في إريتريا. إلى التفاصيل. أصدر بنك إريتريا المركزي يوم أمس الجمعة ملحقا إضافيا للإعلان رقم 124 للعام 2015 الخاص باستبدال العملة الإريترية. اشتمل على 3 نقاط، حيث نوه في النقطة الأولى إلى أن الطبعتين القديمة والجديدة سيكونان قيد التداول حتى 26 من ديسمبر المقبل. وبين الملحق أن أي شخص يرفض التعامل بالعملة القديمة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. أما في النقطة الثانية فقد أشار الإعلان إلى وجود استمارات استبيان في كل البنوك، وشدد على كل من أراد استبدال العملة أو فتح حساب أو إدخال إيداعات في المصارف أن يكتب البيانات الإجبارية المطلوبة. وجاءت النقطة الثالثة مخصصة للمؤسسات غير الحكومية، والتي حددت لها فترتين لإدخال أموالها للبنوك في حساب واحد لأي مؤسسة أو شركة بعد تعبئة الاستمارة الإلزامية، حيث تبدأ الفترة الأولى من 18 من شهر نوفمبر الجاري حتى 1 من ديسمبر المقبل.
والفترة الثانية من 28 حتى 30 من ديسمبر المقبل. وبناء على هذا الملحق تكون سلطات البنك المركزي الإريتري قد كشفت عن بدء المساءلة حول مصدر الأموال المملوكة للمواطنين عبر الاستمارة الإلزامية التي سميت باستبيان، كما أصبح واضحا أن رفض المواطنين لتداول النقفة بالطبعة القديمة تطلب إعلان وتحذير وتهديد بالمقاضاة. وعلى الصعيد ذاته، وفي إطار تداعيات قرار تغيير طبعة العملة الإريترية نقفة، توقف بعض أصحاب الورش والمحلات التجارية والمخازن عن مزاولة أعمالهم اليومية، مما حدا بالسلطات إلى القيام بتهديدهم بسحب التراخيص الخاصة بتلك المحلات وتقديم أصحابها للمحاكم الخاصة. هذا وقد أغلق معظم أصحاب المحلات التجارية في مدن بارنتو وتسني وعد قيح ودق محري وكرن وأفعبت ومندفرة وعد خالة ومناطق أخرى أبواب محلاتهم التجارية بغرض تحاشي استلام مبالغ بالنقفة القديمة، بينما فسرت السلطات ذلك الإجراء على أنه دعوة لوقف الحركة التجارية ومحرض على الاحتجاج وخلق للأزمات، مما اضطر التجار إلى إعادة فتح محلاتهم تجنبا لتلك التهم الكبيرة والتي قد تترتب عليها عقوبات قاسية. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن معظم المهاجرين يأتون من كل من إريتريا والسودان، وقال إنه في حالة إريتريا مطلوب ممارسة مزيد من الضغط على قيادتها لإصلاح الوضع الخطير التي تشهده إريتريا. وأضاف أولاند إن إريتريا بلد يكاد يكون فارغا من مواطنيه، وقيادة بلا ضمير تدفع مواطنيها للهرب إلى خارج البلاد. وكان أولاند يتحدث أمام 60 من قيادات الاتحاد الأوروبي والأفريقي في القمة الأوروبية الإفريقية التي عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مدينة فاليتا بمالطا، والتي ركزت على قضايا الهجرة إلى أوروبا ومعالجة الأسباب التي تدفع بالكثيرين من إفريقيا والشرق الأوسط بترك أوطانهم، ومحاولة تنظيم قنوات قانونية للهجرة ومحاربة التهريب وحماية المهاجرين والتعاون مع الدول الإفريقية والعمل معها لإعادة الأفراد الذين فشلوا في الحصول على اللجوء والحماية السياسية. وعلى الرغم من توجيه الجهة المنظمة للقمة دعوة رسمية لرئيس العصبة إسياس أفورقي لحضور القمة، إلا أنه اكتفى بإرسال وزير خارجيته الذي شوهد يجلس وحيدا في المكان المخصص للوفد الإريتري دون رفيق، كما غادرها أيضا مبكرا ووحيدا. وفي الخبر الأخير، ناقش أعضاء البرلمان البريطاني ليلة الثلاثاء الماضي أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا في جلسة خاصة تبنى مسألة طرحها النائب ماثيو بنيكوك، الذي أوجز الحقيقة المحزنة لتلك الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الإريتري تحت حكم العصبة الاستبدادية، حيث وصف القمع الذي يعاني منه الشعب الإريتري في ظل هذا النظام المعزول بأنه قمع لا يرحم ومحكم وسلطوي، وقال هو بعيد كل البعد عما خاضه الإريتريون من بطولات على مدى عقود من النضال التحرري، وبعيدا عن آمال أولئك الذين دعموا نضالهم المشروع، حيث أصبحت ثقافة الخوف والطاعة المطلقة هي التي تتحكم في مصير البلاد بأسره بدلا من الديمقراطية وسيادة القانون. وسادت في الإريتريين على حد قوله ثقافة الخوف والطاعة المطلقة لزمرة قليلة العدد استولت على كل مقدرات البلد. وقد حدد النائب ماثيو 3 قضايا في الجلسة التي حضرها ممثل الحكومة البريطانية الوزير المفوض في البرلمان الأوروبي ديفيد يدينغتون، والتي كانت بمثابة استجواب حول تعامل الحكومة البريطانية مع قضايا حقوق الإنسان في إريتريا، حيث قال النائب ماثيو أن النزاع بين إريتريا وإثيوبيا حول المسألة الحدودية لا يزال مصدرا للتوتر وعدم الاستقرار الإقليمي. كما أسهب النائب في أسباب العقوبات الاقتصادية والحظر المفروض على حكومة العصبة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تحدثه حول حظر السفر وتجميد الأصول المالية المفروضة على بعض الأفراد، وذكر أن الأمم المتحدة قامت بتشديد العقوبات على النظام من خلال إلزام الشركات الأجنبية التي تعمل في مجالات التعدين للتأكد من أن لا تستخدم أموال هذا القطاع في زعزعة استقرار المنطقة. في حديثه حول فرار أعداد كبيرة من الإريتريين من بلادهم، قال النائب أن الاتحاد الأوروبي كافأ العصبة على ممارساتها القمعية بتقديمه دعما سخيا بلغ مئات الملايين من اليورو، وكأن قريحة الاتحاد قد توصلت بأن العامل الاقتصادي هو سبب هروب مئات الآلاف من الإريتريين من بلادهم،
بدلا من البحث عن المسبب الرئيس وهو القمع والبطش والاعتقال والإقصاء والتسلط. وفي معرض رده حول القضايا التي طرحت، أمن ممثل الحكومة البريطانية ديفيد يدينغتون على هواجس النائب، وإن حاول التشكيك فيما أسماه مخاوف حكومته حول مزاعم الاعتقال التعسفي التي صارت سرا لا يخفى على أحد، وذلك في إطار سعيه للتملص من التزامات حكومته تجاه مبادئ حقوق الإنسان وتقيدها بالمواثيق الدولية التي أرساها المجتمع الدولي. وقال: نحن قلقون أيضا من نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي خلصت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ارتكبت في إريتريا. وأبدى أسفه لعدم تمكن اللجنة حتى الآن من زيارة إريتريا للوقوف على الوضع مباشرة، موضحا تأييد المملكة المتحدة لتمديد ولاية اللجنة حتى تتمكن من مواصلة التحقيق في هذه المزاعم، حيث صرح قائلا: أعلنت بوضوح لحكومة إريتريا أنه يجب عليها أن تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، بما في ذلك السماح لأعضائها بزيارة إريتريا لرؤية الأمور بنفسها، وأنه يجب عليها أن تتعامل أيضا مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى للأمم المتحدة، سواء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو في المناقشات الثنائية. وأوضحت وجهة نظر الحكومة البريطانية بشكل لا لبس فيه حول الخطوات الأخرى التي ينبغي أن تقوم بها السلطات الإريترية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتشمل التزام حكومة إريتريا بمسألة تفعيل الدستور والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا بصورة تعسفية، كما وعد بمواصلة الضغط على السلطات الإريترية على المستوى الثنائي أو من خلال عمل مشترك مع الأوروبيين وآخرين لبلوغ تلك المسائل. وطالب الوزير البريطاني نظام أسمر بإجراء تعديلات جوهرية حول برنامج الخدمة الوطنية مفتوح الأجل الذي يدفع بالشباب إلى مغادرة البلاد بأعداد كبيرة، وهو نفس البرنامج الذي أطلقت عليه منظمات حقوقية ومدنية عديدة من ضمنها Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية اسم برنامج السخرة. وتأتي مناقشة البرلمان البريطاني لمسألة حقوق الإنسان متزامنة مع دعوات رفعتها العديد من المنظمات الإنسانية لمعاقبة العصبة الحاكمة في إريتريا على الانتهاكات الواسعة التي تصل إلى جرائم حرب، حسب آخر تقرير تقدمت به لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نهاية أكتوبر الماضي. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.